احنا موجودين في واحدة من قلاع السينما في مصر، وبندور دلوقتي جوه احداث مسلسلنا، مسلسل اهل كايرو. احنا بنقدم مسلسل بوليسي اجتماعي بيدور في شكله يعني المبسط حوالين من القاتل، بس ورا ده السؤال الاكبر هو من الضحيه. حسن محفوظ عنده قضيه مهمه، القضيه دي بتفتح على كل جوانب المجتمع. احنا عندنا النهارده مشهدين بيدوروا حوالين الجريمه الاساسيه، وهي جريمه، ده اللي هنشوفه مع بعض في المسلسل. اما الجريمه الفرعيه فهي جريمه، وده برضه اللي هنشوفه مع بعض في احداث المسلسل. ما تستغربش من الحاله اللي هو فيها حسن محفوظ، لان حسن محفوظ ما نامش بقاله اكتر دلوقتي من قد ايه ما نامش يا حسني؟ بقاله قد ايه ما نامش؟ 4 أيام. 4 ايام. طحنا يا جماعه 4 شهور الحمد لله. طريقه التفاعل اللي عايزين تعملوها مع الجمهور على مثال الجروب اهل كايرو اللي باسم المسلسل على الفيسبوك، وكمان الفان بيج اللي خاصه برضه المسلسل. فكره ان احنا ما كناش عايزين نعمل مجرد دعايه للمسلسل، احنا عايزين الناس تتفاعل معانا. راي الناس مش بس مهم لينا عشان نبقى يا سلام عرفنا قد ايه، لا، لان ده مهم ان هو بيعرفنا بعد كده احنا هنروح على ايه. 4 شهور جو من الوئام، ما حصلش يجي 12 13 خناقه على الخفيف، وده رقم قياسي اذا ما قارنا ببقيه زملائنا في بقيه المسلسلات. ربنا ان شاء الله يكتب لنا جميعا النجاح. كل سنه وانتم طيبين.